بتعرفوا هذا زمور إيش يا جماعة؟ هذا زمور الشحن، زمور شحنة المية الحلوة اللي هي المية المفلترة اللي بتيجي تعبي لنا مية حلوة. أول ما بسمعوه الأولاد بيجوا طيران عليه. يعني أنا شوفوا حكيت لكم، يعني آخر حاجة هو بيزمر، يعني هو بيضل يزمر يزمر لما يجيب الحارة والمخيم من أوله لآخره عشان الكل يسمع والكل يجي يعبي مية. فهذا يعني يا جماعة جزء بسيط من معاناتنا اليومية في تعبئة المية. عن جد يعني تعبئة المية هذه المية الحلوة، مية الشرب يعني. فهذا معاناة، يعني إنه كمان أول ما بسمعوه الصغار والكبار عطول، يعني الصغار قبل الكبار بروحوا بيجروا بيحملوا القرب وبروحوا بيجروا على المية عشان يعبوا مية. فالله المستعان والحمد لله على كل حال. طبعا لأنه هاي المية بتجينا طبعا من المساعدات، شاحنات بتتعبى بتجينا يعني في كل مكان بيجي كل يوم. عشان إيش نعبي مية قدر المستطاع، لأنه فيش طبعا شرية مية، فإحنا بمخيمات أكيد، فبعد الحرب بالذات يعني خاصة. السلام عليكم ورحمة الله، تحياتي إلكم يا أحلى متابعين، وطمنونا عليكم كيف حالكم، إن شاء الله كلكم تكونوا بخير وراحة بال، والله يجعل يومكم يا رب كله معطر بذكر الله ورضا الرحمن. ونبدأ بالصلاة على رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونسمي الله وإن شاء الله يا رب هيك الفيديو يعجبكم. وطبعا يا جماعة الخير أنا بس فضلا منكم أنتوا يا إخواتي ويا حبايبي إنه تنشروا لي رابط القناة، عشان يعني قدر المستطاع إنها تتوثق معاناتنا، تنتشر معاناتنا، إنه ترتفع قناتي، تكبر شوية شوية بالناس الطيبة الحلوة. انتوا عارفين إنه لأنها مصدر أرزاقنا يعني. الله المستعان. يعني الشكوى لغير الله، يعني انتوا عارفين أنا ما بحب أشكي غير لله، فالحمد لله وشكر الله، والله يعيننا على الوضع اللي احنا فيه اللي مرينا فيه، والله ما بتتحملوا إجبال. الحمد لله والشكر لله على كل حال، دايما نحمد ربنا ونشكره. فأنا هنا أول حاجة إيش بدي أحكي لكم. أول حاجة قلت أنا كل مرة بحكي لهم بدي أعمل القرب، بدي أنظف القرب قبل ما تاخدوهم. شوفوا كيف قديش كانوا وسخين وحالتهم بالويل، وعليهم نار وشحابير من النار بتصلهم لأن نولع نار وإيدين الأولاد، لأنه إحنا ما بنشتريش يعني من مكان من محل وبنرجعهم زي هيك، لا هم بيحوسوا وبنداسوا على الأرض وبروحوا بيعبوا. فبكون طوابير وبكون زحمة وبكون قرب كتيرة، فإلا يوسخوا يعني. فأنا حكيت خلص بدي أعملهم، أنظفهم. الحقت لي نظفت لي قربتين الصغار، فأجت شحنة المية فراحوا يعبوا، فهذه عبوا لي إياها. بعد ما عبوا لي إياها الكبيرة هذه قمت أنا نظفتها وجليتها، يعني شايفين كيف وهي معبية يعني. فحكيت يلا هذه مش مشكلة. المهم إحنا نظفنا التنتين قبل ما يعبوهم، التنتين القرب التنتين الصغار يعني، وهذه الكبيرة نظفتها بعد ما عبوها، والحمد لله والشكر لله. فهنا أحكي لكم أنا يعني حكاية المية يعني إيش تحكي لكم حكاية المية باختصار شديد. حكاية المية هاي إنه شوفوا حتى الأولاد لما بيكونوا بالمدارس جوا المدرسة بيجي بالصف الشاحن مثلا في مكان على باب المدرسة مثلا، أنتم متخيلين إلا شو بيحكوا الأولاد على طول؟ إحنا يا أستاذ شامع إجت سيارة المية شحنة المية فبدنا نروح نعبي لأهالينا مية. فعلى طول بيحكوا لهم أستاذ حاضر أنا راح أطلعكم. فمتضامن معهم يعني. فعارفين خلص إنه مش بدهم يطلعوا، خلص صار روتين في حياة الأطفال، صاروا الصغار خلص يروحوا على على التكيات، يروحوا يعبوا يصفوا على المية، دور المية يصفوا على دور على دور يعني، يجيبوا الخشب يولعوا نار يعملوا كل حاجة يعني. صاروا مسؤولين أكتر من هم، أكتر يعني من ما هم يكون مش سنهم يعني. فيلا صاروا مسؤولين، فالحمد لله. وبعدين خلصت من مية، كنت بغسل طبعا، غسلت على ايدي لان المرة اللي فاتت صورت لكم وانا بغسل على ايدي، فحكيت خلص مش كل مرة، فانا هيني نشرته، غسلت على ايدي غسيل في بركة ما شاء الله، ونشرته زي ما انتم شايفين هي كله نشرته عمال لسه مبلول يعني. بتصفى في هالشمس الجو حلو شوب يعني. فيلا الحمد لله، اللهم صل على سيدنا محمد. زي ما انتم شايفين كان على الحبل فشلته عشان بدي اصفته وارتبه وحطيت بداله. وهنا جيت أنا أفكر عاد خلصت غسيل وخلصت حالي كله، فأنا
كنت بدي أجي أطبخ، إيش بدي أجي أسوي؟ جيت بطلع ما لقيتش خشب، فيش حطب، يعني ما عنديش، انصدمت. وهنا عاد كمان الصدمة الأكبر إنه خلص الغاز من عندي، خلصت الجرة كمان. فحكيت الله المستعان، يعني لا كان جرة ولا كان عندي خشب، فقررت إني ما أطبخش، فوقفت ما طبختش ولا عملتش. فحكيت خلص أعمل لي حاجة على السريع على الفرن، على فرن النار برا، يودوه برا يعني. فأنا إيش حكيت بدي أعمل؟ عملت لهم إشي هيك نوع من المعجنات، عملت لهم بوريك بالجبنة، طلع تحفة وما شاء الله. وخلص اللي فكرت على طول إني أعمل معجنات برا، لأنه هو أسهل حاجة وحيطلع برا وفيش. ليش أنا ما عنديش غاز أعمل هذا؟ يعني أنتوا عارفين غاز، أعمل إشي على الغاز ولا حتى على النار. فكرت إني أعمل على النار بس ما في لقيتش حطب كمان ولا خشب، وعاد إيش ما كانوش عاد عندي الأولاد. فيلا حكيت نعمل بوريك بالجبنة وبصور لكم إياه وبيطلع تحفة ما شاء الله. شوفوا كيف معايا وجربوه كيف. فخليكم معايا نشوفوا كيف. هاي أنا حطيت على كيلو طحين، كيلو طحين عليه معلقة كبيرة من الخميرة ومعلقتين سكر كبار وباكيت من البيكنج باودر وباكيت من الفانيلا ورشة صغنونة من الملح، صغنونة بس. وهاي المكونات الجافة. وبعدين بحط لي معلقتين كبار من السيرج، الزيت النباتي يعني، أكيد حفظتوه، زيت نباتي سيرج أكيد خلص. فهنا عاد هو ضروري بده حليب، بس أنا حليب ما عنديش، الحليب انتوا عارفين غالي، فأنا ما عنديش حليب. فأنا حبيت أعزز القوام، يعني هيك يكون قوامه له قيمة غذائية يعني. فحطيت بيضة، بما إنه البيض موجود فأخذتها فرصة وحكيت أحط البيضة خلص إنه بدل الحليب. فاللي مش حابب يحط البيضة بلاها، البيضة ما تحطوهاش، مش ضرورية، بس أنا حطيتها عشان بدل الحليب، لأنه أنا ما عنديش حليب بودرة ولا سائل. فالمفروض هو حليب، المعجنات بالأساس بدها حليب، بتزكيها الحليب وبطريها الحليب والسكر وهيك، هدول الحاجتين أكتر حاجة يعني. فاللي مش عاجبه أو مش حابب البيض طبعا ما يحطوش. وطبعا أكيد في البوريك بنستخدم الصلصة الجاهزة، لأنه الصلصة الجاهزة بتعطينا لون، بتعزز اللون ويعني وبتخليه هيك لونه زي المخابز، فاهمين علي؟ فحطيت معلقة مليانة من الصلصة الجاهزة. شفتوا معي علبة الصلصة اللي كانت في إيدي؟ كنت بدي أحكي لكم بس إنه أنا لأنه ما عندناش ثلاجات ولا كهرباء، فالإشي أنا هاي العلبة ما بشتريش أنا علب للأمانة، لأنه العلب بيخربوا على طول، فيش ثلاجات عنا، فيش تبريد إني أحط في الثلاجة يعني، اللهم صل على النبي. فأنا إيش بحكي إنه بحط كيف بحفظها يعني إنها تقعد شوي فترة. بعد ما أفتحها وأستخدم منها بحط عليها على الوجه زيت زيتون، بيضلوا يعني بتضلها محفوظة وبتضلها تمام يعني. حتى لو هي بالفريزر عندكم ثلاجات اللي برا غزة، فاحفظيها بالزيت، حطي على وجه الصلصة بعد ما تفتحها زيت، بتضل محفوظة، بتضلها يعني ما بتخربش. فأنا هيك بعمل، كوني لأني أنا أصلا ما عنديش ثلاجات، ما عنديش تبريد، ما عندناش كهرباء، فهذا الوسيلة والله يعني بتقعد معي فترة كويس، أحسن من بلاش. فأنا بشتريهاش لولا إنها هي علبة طلعت معيها في كرتونة المساعدات. كان أنا بشتري من باكيتات الجاهزة اللي على طول يعني، الباكيت على قد الطبخة، هذا اللي بشتريه، لأن بشتريش حاجة وتخرب عندي أرميها، فاهمين علي؟ فيلا بنحاول ندبر أمورنا على حسب ظروفنا، فاهمين كيف علي؟ فأنتوا اللي برا غزة حبايبي، أنتوا عاد غير، أنتوا ممكن تستخدموا أي حاجة وتحطوها بالفريزر، لأنه ما عندكم يعني كهرباء، عندكم ثلاجات. الله يديم يا رب النعم يا رب ويحفظكم يا رب. فهنا زي ما حكيت لكم خلصت العجينة، شفتوا كيف ما شاء الله اسفنجية طرية طرية وهشة، يعني مش هشة طرية طرية بتمطمط ما شاء الله، لكن طرية لكن بتلزقش بالإيد، شايفين كيف؟ وهنا الحشوة عاد هاي ذوقا يعني، الحشوة حسب الرغبة حسب ما بدكم يعني. ممكن إنه مثلا ميكس جبن عليهم مثلا شرائح زيتون، ممكن إنه أحط مثلا هاي جبنة سايحة، ممكن أحط موزاريلا، ممكن أحط جبنة رومي، أي حاجة أي إشي. أنا بفضل أنواع الجبن وبفضلش أحط لحمة، اللحوم هاي المعلبات اللحمة واللانشون هاد مستحيل أحطها،
أنا بفضل الجبن أذكى دايما بالمعجنات والحشوات هاي. في ناس بتفضل حسب يعني حسب الإمكانيات والرغبة يعني. فاللهم المستعان، الحمد لله، بشكر الله على كل حال. وأنا بنصحكم يا بنات عن جد جربوها. هاي وصفة اقتصادية، يعني سهلة، بتنفع غدا فطور غدا عشاء، بتنفع في ظروف مثلا المستعجل، حدا بده يطلع درس مستعجل، طالب بده يطلع برا عليه حدا، يعني مثلا ايش بدي احكي لكم، موظف موظفة كذا. لا، بتنفع في كل الأحوال والظروف، وسريعة، وعلى كاسة شاي وبمشي الحال. مثلا تأخرت الأم مثلا في تحضير الغداء للولاد، برضو هاي بالصبر وبتنفع. فالحمد لله. فأنا عملها، كوني أنا عملتها أصلا أكل رسمي، غدا رسمي يعني. عملتها لأني أنا زي ما حكيت لكم ما طبختش يعني. آه كتير رغيت معكم صح، معلش سامحوني. اللهم صل على سيدنا محمد. زيدوا النبي الصلاة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى وصحبه أجمعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما شاء الله تبارك الرحمن. اللهم ديمها علينا يا رب نعم، نحفظها من الزوال يا رب، ويفرجها علينا يا رب وعلى كل مسلم يا رب. فك كربنا يا الله. بدي دعوتين هيك، كلام حلو من كلامكم الحلو اللي بشوفه بالتعليقات. وزي ما حكيت لكم حبايبي انتو او اخواتي، انشروا لي رابط القناة عشان قناتي تكبر، لانها مصدر رزق يعني. وانا يعني ما يعلم بالحال الا رب العباد. والله ما يعلم بالحال الا رب العباد يعني. فيعني ربنا يا رب من عنده يوسعها علينا وعليكم يا رب. زي ما انتم شايفين هذا شكل البوريك اللي بيكون في المخابز، هذا هو شكله وهذا لونه بالضبط، شايفين. فأنا كان نفسي يكون عندي فرن، إني أنا أخبز عندي قدام عيني، أشم ريحة الخبيز في البيت في المكان. أنا يعني هذا الإشي بحبه كتير كتير. يا رب اكرمنا. شفتوا بوريكم كنت الجرح اللي انجرحته، كل يوم بنجرح شوية. عندي السكينة المشرشرة بتجرح يعني، مش مناسبة لكل حاجة. فالسكينة الكبيرة راحت في الحرب، ما جبتش بعدها، كانوا غاليين وما جبتش. فالحمد لله. هنا هي زي ما بحكي لكم ودوا الأولاد وجابوا لي إياه. كان الفرن شوية هيك زحمة، حكيت صبرتهم وخليتهم يستنوا. فشايفين كيف لونه طلع ما شاء الله، بجنن والله. لونه على الطبيعة أحلى من هيك. مش عارفة، مش جاي هيك على حمار، شايفاه مش على حمار كتير في الصورة، بس على الطبيعة لونه بجنن. شايفين كيف هش وطري طري. وهين على كاسة شاي يعني، على نسكافيه مثلا، أي حاجة بمشي الحال. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لك الحمد لك الشكر من السماوات ومن الأرض. أنا بنصحكم يا بنات جربوها وحطوها هيك، حطوها يعني بتنفعكم كتير. وهنا كنا عاد غلينا مية وحضرنا شاياتنا. وهذا كان الفيديو، أشوفكم على خير، فيديو جديد، مع السلامة حبيبي.